كنت 60 كيلو وبقيت 85 كيلو ونص، يبقى لما اكلمك عن التضخيم اكيد انا عاوز افيدك. الفيديو ده هيبقى اكتر من جزء للاسف، وانا ما بحبش كده، لكن عشان الفيديو هيطول مني وانا عاوز اكلمك باستفاضه. اول حاجه محتاج تفهمها، انت غالبا انت مش في فائض سعرات، ولو انت بتنشف غالبا مش في عجز سعرات. بتبقى فاكر انك في فائض، لكن في فرق بينك وبين الفائض اللي انت عامله ده 400 500 كالوري. بيجي من ايه؟ اول حاجه استخدامك للمعالق بدل الميزان. تاني حاجه تقول رغيف بتاعي غير الرغيف بتاعك، المعلقه بتاعتي غير المعلقه بتاعتك. طب المعلقه الهرميه ولا معلقه ممسوحه؟ هتخش في اسئله كتير انت في غنى عنها. يبقى المفروض تعمل ايه؟ الميزان. اوزن بالجرامات وتشوف هل انت الجرامات دي موزونه كام جرام يساوي كام ماكروز، والموضوع انتهى. تخش في المشكله اللي بعدها، هل انت بتوزن قبل السلق ولا بعد السلق؟ هو في فرق؟ ده كارثه. عشان تختصر على نفسك شيل الميه من المعادله. الفراخ بتخسر ميه، اوزن بعد السلق او بعد الشوى. الرز بيشفط ميه، يبقى اوزنه قبل السلق. طب انت عايز تريح دماغك وبتعمل الوجبات كلها مره واحده، وده اصلا اللي انا بعمله مع الكلاينتس. مفيش مشاكل لو هتوزن الرز كله مره واحده بعد السوى، مش هيبقى فرق كبير. لكن لما نتكلم على حاجه واحده ما يبقاش كل حاجه ما يوزنها مضروب. الشيء الثاني مصادرك. انت بتعتمد على مصدر زي جوجل او مصدر زي شات جي بي تي. جوجل يعتبر مضمون شويه عن شات جي بي تي، لكن شات جي بي تي انت بتدي له الماكروز من غير ما يسالك، برضه مش هيسالك نفس الاسئله اللي قلتها لك. هل الوزن قبل ولا بعد؟ معلقه ولا جرامات؟ الموضوع عامل ازاي؟ لازم تبقى مدرك ده. المرحله اللي بعدها، طب انت خليت شات جي بي تي يساعدك في الوجبات، ما فيهاش اي مشكله. خد بعدها بقى الخطوه اللي بعدها، هي انك تتاكد من الماكروز دي. مفيش مشكله، ماي فيتنس بال موجود، كرونوميتر وانا اضمن كرونوميتر اكتر موجود. خد الوجبات دي، شوف اتاكد الماكروز بتاعتها سليمه ولا لا. بنسبه 90% هتلاقي شات جي بي تي منقص لك او مزود لك حوالي بتاع 300 400 كالوري، لانه مش مصدر. كده انت عملت اول حل لاول مشكله. تاني مشكله هي مشكلتك في ترتيب الوجبات. انت مش مهتم بترتيب الوجبات لكنها حاجه كارثيه. لو انت ظبطت وجبه الفطار اللي هي اول وجبه بيبقى جسمك جعان جدا لاي حاجه، وجبه بعد التمرين اللي برضه جسمك بيبقى جعان فيها لاي حاجه، هتقدر تاكل كميه اكل كبيره على مدار اليوم. مشكلتك في البالكنج هي حاجه من الاثنين، او الاثنين هي الماديات وانك مش قادر تدخل كميه اكل كبيره جدا في اليوم. الماديات هنتكلم عنها في الفيديو الجاي عشان نشوف ايه هي ابسط المصادر اللي تقدر تدخلك سعرات عاليه عشان تساعدك في البالك. اول وجبه في اليوم لو خليتها مليانه مصدر كارب بسيط هتخليك بعد ساعتين ثلاثه تجوع، لان انت جسمك جعان لاي حاجه وهتهضمها وهتمتصها في وقت قليل. نفس الكلام ينطبق على وجبه بعد التمرين، لكن خليها عاليه في البروتين شويه. هل هتفرق قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ ولا المهم بس دخل الجول بتاع البروتين بتاعك وما تشغلش بالك هو قبل ولا بعد، لكن يستحسن بعد. تاني بنوه، من الفرق مش كبير. وجبه قبل التمرين بقى قبلها بساعتين او ساعه ونص خليها مصدر كومبلكس كارب، سمبل كارب، فاتس، بروتين. حط كل حاجه، لان الوجبه دي هي اللي هتساعدك في التمرين وما بعد التمرين لو انت يومك بيبقى مطول شويه بعد التمرين. وفي نقطه عايز اقولها، هي موضوع شائك وهلاقي بقى هجوم كتير. البلك مش محتاج يبقى دايما كلين، البلك مش محتاج يبقى دايما من مصادر نظيفه. صعب عليك، صعب ماديا، مش هتعرف تدخل كميه اكل كبيره، لازم يبقى فيه سنه غش في الموضوع. دول النقطتين المهمين اللي كلمتك عنهم في الفيديو ده. اعمل فولو واستنى الفيديو الجاي، هكلمك عن نقطه الماديات وهكلمك عن نقطه الماكروز لانها مهمه جدا.